هنتكلم الآن عن قضية خلع الفنانة ياسمين صبري. من منا لا يحب أن يكون جميل؟ وفي نفس جمال الفنانة ياسمين صبري التي تزوجت منذ عدة شهور رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وبسبب جمال السيدة أو الفنانة ياسمين صبري قد قامت السيدة برفع قضية خلع على زوجها. وقالت عنها الفنانة ياسمين صبري من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحريري في برنامج كلمة أخيرة الذي يتم عرضه على قناة أون تي في. علقت على طلب السيدة التي تدعى نرمين، حيث طلبت الخلع من زوجها بسبب رغبته بأن تقوم بإجراء عمليات تجميل لتشبه الفنانة ياسمين صبري. وأوضحت الفنانة ياسمين صبري إنها تدعم المرأة في الشرق الأوسط لأنها تصنف كرقم 2 في المجتمع، حيث تتعرض للإحباط والتوبيخ من أي رجل في محيط أسرتها. وقالت إنها فخورة بما فعلته نرمين، وأشارت إنها تعتبرها امرأة قوية، حيث إنها رفضت أن يتم إجبارها على شيء لا تحبه، كما أنها فضلت الانفصال على ذلك. وقالت أيضا إنها تستغرب إصرار ذلك الزوج على تغيير شكل زوجته وهي ما زالت شابة في العشرينات. وأكدت بأن الجمال شيء نسبي، وإن كل امرأة لها بصمتها الخاصة في الجمال. وقد قالت بأن تلك الزوجة قال لها زوجها: أديكي فلوس وتروحي للدكتور للتجميل علشان تعملي عملية علشان أعرف أعيش معاكي وعلشان نبقوا كويسين مع بعض، وياريت تكوني شبه ياسمين صبري. وانا وعدك اني مش هسيبك خالص. واضافت انها طلبت منه ان يتزوج من سيدة اخرى ترضى بهذا العرض، ولكنها طلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه رفض بسبب صلة القرابة العائلية بينهم، فأصرت على الخلع بدل من أن تعمل عملية تجميل تشبه الفنانة ياسمين صبري.